السلام عليكم. تحليل حلقة 20 من برنامج الأسد الحقيقي. راح نبلش أول شي بالبرايم إقصاء لإحدى المشتركات. بلش البرايم بالمواجهة ما بين الشباب ومانيسا. التخبيص اللي عم تخبصو مانيسا الصراحة عجبتني ردة فعل بلال. حط لمانيسا النقط على الحروف، اللي بيقولوا بظهرها قالوا بوجهها. ورامي بيعجبني ذكاؤه بعض المرات في المواجهة، هو بعض المرات بيغلط وبعض المرات بيبرد القلب بالكلام اللي لازم يقوله، وفاهم ألعاب مانيسا كتير. الصراحة مانيسا ورامي يلبقوا كتير على بعض، لأنهم اتنيناتهم بيعرفوا يلعبوا والطنجرة لقت غطاها. بصراحة فيهم ياخدوا ميدالية ذهبية في اللعب. المهم، رامي بفصاحته لأنه بيعرف يحكي لبناني، بصراحة حكى كل شي مثل ما هو. موضوع مانيسا وباختصار، واللي عجبني إنه بلال شهد وقال شو موجود، والحمد لله الحمد لله إنه فاق والحمد لله ما بقى هداك الغشاء على عيونه، وصار يشوف كل الأمور بكل وضوح، والله يستر من اللي جاي. بس مش مشكلة بالبرنامج، هو كتير أمور مش شايفها مثل ما شفناها. وما ننسى مانيسا حرباية منها سهلة. مانيسا حرباية ومنها سهلة، بتلعب دور الضحية وبتتحجج لما بتتزنق. مانيسا من النوع المستحيل تعترف بغلطها، بتلعب بالكلام وبتروح وتيجي تروح وتيجي. مستحيل تعترف بغلطها، وإذا اتزنقت وما تلاقي مبرر شو تقولك؟ أنا عفوية، أنا يلي على قلبي على لساني. أنت حبيبتي مش عفوية، أنت لعوبة، أنت لعوبة وبتحبي تكوني محط أنظار للشباب، ملهوفة عليهم. وبصراحة عجبني بلال لما قال إنه راحت عند إحدى البنات وقالت لها رجعي علاقتي أنا وبلال. تعرفوا ليش؟ راحت بالضبط عند إسراء لحتى تعمل بلوك لإسراء، لأن إسراء معجبة ببلال، وبلال بلش يركز مع إسراء. فهي الحرباية منعشة على كذا واحد، بس مراقبة فرائسها. لما شافت الفريسة بلال بلش يركز مع إسراء، ما قدرت تروح لعنده وتحكي معه، مشان هيك راحت عند إسراء مشان تلعب بعقلها. الحرباية قالت لإسراء حاولي تقربيني منه أو تصلحي بيني وبين بلال. من هاد الشي كله مش بدها مساعدة إسراء، لا، بدها تعمل بلوك لإسراء، لأنه إسراء ما تعطيش كتير فرص لبلال، وحتى لو إجا بلال عند إسراء ما تفتحلوش الباب أكتر، لأن أي أنثى بدها رجل إلها تعمل أساليبها الخاصة. عشان هيك راحت بالضبط عند إسراء. ليش ما راحت عند يسر أو واحدة تانية اللي فعلا مستحيل شي يوم ترتبط ببلال؟ وبلال فضحها، قال هي بتيجي لعندي وبتقول أنا مضغوطة وما فيها ترتبط وخايفة وكل البنات تهاجمها، وأنا وأنا وأنا. ورامي كمان قال لها هي بدها تلفت انتباه كل الشباب، وعشان تبين إن البنات بيغاروا مني. هذه هي النقطة اللي بدها توصلها، بس فشلتي يا مانيسا، ما وصلتي لهدفك وانفضحتي قدام الجمهور.
بقيتي شخصية مكروهة وخلاص، راح عليك لقب الطيارة ومستحيل ينشال هذا اللقب لأنه إجا مقاسك. أما عن التصويت بخصوص ملاك، كان اختيار موفق لأنك صوتت عليها تطلع، لأن أينور كتير طيبة معاك وكمان زينة، دايما بتصوت لك وبتقول لك مراكو. أي نعم ملاك بتصوت لك لكن انت كمان هديك المرة عطيتها فرصة. وبعدين الصراحة وجود ملاك زي عدمه في البرنامج، بلس انه بتعمل كتير مشاكل وكتير فتانة وهي بعدها صغيرة والله يوفقها. واليوم أحلى مرة شوفت فيها ملاك بالفستان الأحمر، جاها كتير حلو وكانت كتير واو. نجوى يا نجوى الصراحة عجبتني اليوم كيف بتتجادل مع يسر وحطتها بوجهها، وفؤاد سنانه طيبين بغى غير يتشابك مع بلال، ناري بشحال ميت بالغيرة من بلال. وبلال تبارك الله عليه ما عبروش، بقى غير كيضحك. بصراحة نجوى كتبان صغيرة من السن ديالها، بصراحة العمر ديالها ما باينش، كتبان صغيرة، كتبان بيبي فيس. بصراحة عجبني الكاركتر ديالها اليوم ضد يسرى، مع انه بصراحة برا البرنامج نجوى كتطبل ليسر بزاف، وانا بصراحة ما راح ركز بهذا لان انا بشوف تعمل كلها ضد في بلال بصراحة. لانه في تسريبات كان بلال هو سبب طلوع نجوى، هو اللي قصاها من البرنامج داكشي باش حقدت عليه، ودابا فاش طلعت برا البرنامج ولات كتضرب في بلال وكتجي مع يسر وفؤاد. ولكن ماشي مشكل، حنا دابا كنهضروا على الحلقات. وهنا كتنتهي الحلقة ديالنا، نشوفكم على خير وبخير ان شاء الله، نشوفكم في فيديو ثاني ومع السلامة، باي باي.